يلا بينا نعمل احلى طبق جمبري وشوربة جمبري اللي هنعمل منه احلى رز يخليه كده ايه ريحته تجيب اخر الشارع. نقلبه كده مع بعض وبعدين نضيف الميه السخنه عليها او بارده، بس يفضل تبقى ميه مغليه. تقلبيهم وتشوفي الشوربه بتاعتك، لو عايزه ملح تحطي لها. هتاخد معاكي سوا قد ايه؟ يعني من 10 دقايق، اقل من ربع ساعه يعني، ما تديهاش وقت كتير. هتمسكي كده الجمبريايه وتقومي جايبه المعلقه كسراها كده، قطعها هتلاقيها اتقطعت معاكي بكل سهوله، يبقى كفايه عليها. الجمبري حبايبي مش لازم يتاكل مهري، هو حلاوته كده وانت بتكسريه تحت اسنانك تحس ان انت بتاكلي جمبري، مش حاجه دايبه في البق. لا، لازم يبقى فيه كده تكايه حلوه كده وانت بتاكليها. يعني ما ياخدش معاكي 10 دقايق، اقل من 10 دقايق، ازيد من 10 دقايق، انت والنار بتاعتك. اخدت بقى الجمبري بتاعي الشوربه بتاعته فضيتها لوحدها واخدت الجمبري سبته بقى في الحله زي ما هو، ونزلت عليه نقطه ملح وكمان معلقه توم، وهتقلبي كل ده. ايه يا سوبر ماما، ما احنا طابخينه في الاول وحاطين كل البهارات. لا، حته التوم دي لما هتقلبيها بالجمبري هتوديكي في حته تانية تماما. هتحس ان الجمبري بيطلع طعم تاني. من بره كده، من بره بقى متغلف ومن جوه بالثوم، يعني طعمه بجد حلو قوي. وهتديله تشويحه على النار 5 دقايق بس يا دوبك كده اهوت، تتشوح مع بعض وخلاص على كده. بجد هتفرق معاكي قوي زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. على النبي صلى عشان ناخد الثوابين مضاعف انا وانتوا يا رب. يعني جمبري بقى كده من الاخر ايه، حاجه فاخر. وعملت معاهم سمك، كان عندي عزومه ناس حبايبي هنا والشفا على قلبهم، كان حلو قوي. وانا دايما بعمله بالتكايه دي، كل ما اجيب الجمبري لازم اطلع الشوربه لوحدها واحط معلقه توم او نص معلقه توم على الجمبري اللي انا عاملاه. بتفرق كتير. وزي ما انتوا شايفين، بص الشوربه مع الفلفل الاحمر مع بقى الجمبري مطلع بقى ايه كل اللي فيه مع التوابل. بجد كان طعمه حكايه وحاجه كده ايه من الاخر. يعني هتاكليه ببطاطس الشوربه، هتاكليها بالرز، احلى حبه رز وحبه شوربه الجمبري. الرز بيفرق قوي لو عملتيه بشوربه الجمبري، اكنك برضو بتاكلي جمبري. فزودي الشوربه شويه على حسب انت بقى والعدد الافراد اللي عندك. وكده لما بشيل الشوربه اجي اسخن الجمبري او الشوربه ما يتهرش مني، انا لازم احط طبق شوربه او 2 او 3 على الترابيزه على حسب اللي عندي. شوفوا بقى، اللي يشرب شوربه يبقى لازم بالطبق مش بالمعلقه، بالذات الجمبري هتفرق معاكم قوي. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتفرحوني باللايك وتقولوا لي من انه بلد.